تعالى بقى نخش على ارخص سندوتش في مصر ب4 جنيه، والناس اللي بتقول على السندوتش ده حابب اقول لك ان دي نعمه ربنا حرام عليك. ولو انت قادر تشتري سندوتش كبده ب20 و30 جنيه، في ناس غلابه مش قادره تشتري اصلا السندوتش الفاضي. عشان كده بقى انا عملت الفيديو دوت عشان خاطر شوف الحاجات ديت فعلا حلوه وتفيد الناس ولا هي مضره. فبدات بالسجق وسعره 4 جنيه، وكان السجق الكميه بتاعته حوالي يجي 30 جرام. فانا لما جيت حسبتها قلت لا ده هو يبيع ويكسب كمان ويجيب خامه نضيفه. فالتتبيله بتاعت السجق كانت حلوه، والراجل كان متبلها وظابطها سوا وطماطم وبتاع، فهي كانت حلوه. والحشو قليل جدا وهو ده اللي طمني. وعامل شويه سلطه محترمين وناس محترمه شغاله زي الفل وشباب زي الفل وناس بتاكل منهم كتير جدا. طبعا الناس دلوقتي بقت غلابه بتدور على اي حاجه، وزي ما ناس فيها معاها كتير، في ناس كتير جدا ما معاش فلوس قسما بالله. دقت بقى الكبده من عنده، لا الكبده كانت جميله وما فيهاش زفاره وطعمها حلو وحراقه والتتبيله مظبوطه، فكانت جميله جدا. وبصراحه ما كنتش عايز اجيب بقى اسم المحل دوت، بس لما عجبتني الحاجه وكمان عجبتني النظافه بتاعتهم زي ما حضراتكم شايفين كده، فهي بسم الله ما شاء الله الحاجه عندهم نظيف جدا، والمحل كان ممتاز ومرتب جدا. والمحل دوت اسمه بقى على البركه كده، وانت داخل على الخصوص عند الموقف. استفدت من التجربه ديت مش عشان ب4 جنيه يبقى في حاجه مريبه، لا هو ب4 جنيه بس فيه حوالي 20 25 جرام. فانت لو جيت حسبتها فهو الراجل بيبيع حاجه نظيفه وبيكسب. ويا ريت بقى تروح تشتري من عندهم وتقولوا رايكم.